السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم صينية الفراخ اللي بالخضار او اللي بالبطاطس. متهيألي كبار وصغيرين بنحبها، مش بيختلف عليها اتنين. يلا نشوف عملناها ازاي بمنتهى البساطة وبمنتهى السرعة. عملتها هنا بقى جنب مكرونة سباكيتي وبطاطس محمرة. عندي فرخة كانت حوالي 2 كيلو الا. غسلتها كويس ونقعتها في مية وليمون وخل وملح وسكر، وصفيتها كويس جدا من المية بتاعتها وشطفتها تاني وقطعتها بقى على العدد اللي انتوا حابينه. انا هنا قطعتها على 7. عندي بعد كده 3 بصلات قطعتهم وحطيت عليهم ملح وفلفل وسبتهم كده على جنب. طماطم، فلفل اخضر سواء سبايسي او بارد اللي يريحكم. وعندي هنا بطاطساية كبيرة كده قطعتها طرنشات بس تكون سميكة شوية، لان هي هتدخل في السوا في الفرن. جبت عندي صينية فرن وهبدأ انزل فيها بالبصل والطماطم والفلفل والبطاطس، وهديهم كده تقليبة مع بعض، وهبدأ ارصهم في الصينية بتاعتي. وهنزل عليهم بعد كده وهرص فوقيهم الفراخ بعد ما شطفتها كويس وصفيتها من المية. بعد كده عندي هنا معلقتين صلصة جاهزة وملح وفلفل اسود ومعلقة زيت، وهبدأ اديهم كده تقليبة كلهم، وهبدأ انزل بيهم على وش الفراخ من البداية زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنزل ببق مية صغير في نفس البولة اللي كان فيها بقية الصلصة ديت، وهنزل بالمية دي على الفراخ بتاعتنا. من البداية انا كنت مولعة الفرن، هغطيها بورق فويل وهسيبها بالظبط ساعة الا ربع، وده كان منظرها. طبعا الفراخ يا جماعة مش بتاخد حاجة في السوا. بعد كده هولع عليها الشواية من 10 دقايق لربع ساعة. شايفين المنظر؟ الفراخ مستوية تماما. بعد كده ده منظرها بعد ما ولعت عليها الشواية. اهم حاجة بس هي زي ما قلت الفراخ مش بتاخد وقت طويل في السوا عشان الخضار بتاعنا والبطاطس ما تتهريش جامد. عملتها جنب مكرونة سباكيتي زي ما قلت لكم. البصل من البداية اللي انا كنت حاطه عليه ملح وفلفل دوت بينزل ميته كده وبيدي طعم حلو جدا للفراخ. الفراخ بتاعتنا مستوية تماما شايفين، واللحم بتاعها دايب. وبألف هنا. بفكركم ياريت تشتركوا في القناة